طيب الحمام بقى، وده موضوع يعني محتاج شويه كلام. في بروتوكولات معينه للراجل اللي عنده او الانسان اللي عنده امساك مزمن ده في موضوع الحمام. اول حاجه خد بالك قوي 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 انك تثبت ميعاد للحمام. يعني ايه؟ يعني القولون بتاعك ده زي البيبي، احنا بنعوده وبنربيه. فاحنا مثلا انا بصحى كل يوم مثلا الساعه 7 الصبح، من 7 ل 7 وربع مثلا، انا ده ميعاد ان احنا نفضي القولون. هدخل الحمام في نفس الميعاد، و يعني اركز في نفس الرغبه. مره في مره هيسمعني. انما مشكله المشاكل ان احنا ما بنثبتش مواعيد، وبيدخل على الخط حاجه اسمها habitual constipation. يعني ايه؟ يعني احنا حياتنا بقت على طول on the run و on the go، وما بندخلش الحمام بره البيت. فيجي عندك الرغبه تروح كبتها، فمره في مره يحصل عدم التنسيق بين انت مخك فين وجهازك الهضمي فين، اللي هو الجات برين اكس. فاحنا هنثبت كل يوم الصبح. هتقولي مبقاش عندي رغبه، هقول لك لا، بس انت اقعد بس يعني ركز كده، مره في مره هيتعود. دي حاجه. طريقه القعده على التويلت مهمه جدا. الكرسي اللي بنرفع عليه رجلنا علشان يبقى فيه الزاويه اللي بتسمح ان العضلات تكون في احسن وضعيه، اللي هو زمان زمان الحمام البلدي والقرفصه، اللي هي دي احسن الاوضاع لعمليه الاخراج والولاده كمان. عشان تبقوا فاهمين، كان السيده المصريه القديمه في الدوله المصريه القديمه بتولد بالطريقه دي. ما كانش عندنا بقى ولا سيزيريان ولا المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي. المهم، مش هنجيب حمامات بلدي، ربنا يبارك في تويلتاتنا وكل حاجه، ولكن هنجيب كرسي ونرفع رجلينا عليه. هحط لكم صوره، ونبقى 45 درجه. لو قعدت اكتر من 10 دقايق وما حصلش حاجه، قوم. ما تقعدش بقى نون ستوب. بلاش حكايه الموبايل، وبلاش حكايه مجله ميكي، وبلاش السيجاره. كل ما بتطول في الحمام كل ما ممكن يحصل شويه دوالي.